بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون لحم طير مما يشاءون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وضلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وقليل وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم باليسار ولا توهنا بالقدر فنسترزق طالب رزقك ونستعظم شرر خلقك فنشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمن اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود لا لك فسننا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة على من أسلافنا الصالحون وعلى من وحبيب علي الهبشي
أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين. أن الله يسر كل أمورنا أمر الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد سر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك
عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحاه لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا طيبة مدى نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة مدى نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحاه لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا صلي وسلم يا
وسلم يا سلام على النبي ماحي الظلام والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا بشرى لنا نرنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا وشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقدار القسمة صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والساسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان صلى الله عليه. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا صلى الله عليه. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. وتركى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى صلى الله عليه. لا حدده العيون فيما اجتلته
بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور صلى الله عليه فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله صلى الله عليه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم
بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم. صلى الله عليه. نفدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من سلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة. صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد عدت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت. صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر. فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف. صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف، صلى الله عليه. تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تضوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع. فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل يا نبي، صل يا نبي، كي أرى جمالك، كي أرى جمالك، اشفع يا نبي بمدحي إليك، بمدحي إليك، بمدحي إليك، بمدحي
إليك سل يا نبي سل يا نبي سل يا نبي كي أرى جمالك كي أرى جمالك اشفع يا نبي بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك سل يا نبي كل من حج وزار جنابك رسول الله رسول الله كل من حج وزار جنابك حبيب الله حبيب الله وجبت يا نبي وجبت يا نبي وجبت يا نبي وجبت يا نبي شفعت عليه شفعت عليه سل يا نبي سل يا نبي كي أرى جمالك كي أرى جمالك اشفع يا نبي بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك سل يا نبي حجوا ولبوا زاروا الحرم ونادوا لبيك الله أكبر ولبوا زار الحرم ولا تلبي الله أكبر يا هنانا يا منانا يا هنانا يا منانا من ذاق زمزم وصلى الفجر وصلى الفجر وكبر يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا سر نور الأكوان حبيبي يا أبا زهرة أرجو أعطى منك بنظرة حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أعطى منك بنظرة حبيبي يا أبا زهرة أرجو أحظى منك بنظرة حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أحظى منك بنظرة عسى يا أحظى بالبشرى أنال منك الأبدي يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا سر نور الأكوان حبيبي يا أبا زهرة
أرجو أرضى منك بنظرات حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أرضى منك بنظرات حبيبي يا أبا زهراء أرجو أحظى منك بنظرات حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أحظى منك بنظرات وسيحظى بالبشرى أنال منك الأبدي يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا سر نور الأكوان وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقد آن للقيم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار. يتشرف بكتاب ذي القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه بأنه أول الخلق وجودا وأشرف مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. صلى الله عليه فاستودع هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفت من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصل أبيض العلم القديم إلى من خصل بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت وشوها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبث على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتصر في آثار مجده الصميم. اللهم
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور شراك هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. صلى الله عليه. دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور. صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله الله يا الله، الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على خير الورى مصطفاهم، خير الورى مصطفاهم. الله يا الله، الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على خير الورى مصطفاهم، خير الورى مصطفاهم. بعرف الحق لأهل الحق والسلوك معهم، حق والسلوك معهم في طريق التقامين حيث ساروا وراهم، حيث ساروا وراهم. الله يا الله، الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على خير الورى مصطفاهم، خير الورى مصطفاهم. فالسعادة منوطة كلها باكتفاهم، كلها باكتفاهم. بخت من قد رآهم أو رأى من رآهم، أو رأى من رآهم. الله يا الله، الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على خير الورى مصطفاهم،
فيناهم ولا زال فيناهم فانهم قمحات في البرية كما هم في البرية كما هم وتصحاب في الخليقة سواهم في الخليقة سواهم فإن مولاك وفر من هباته عطاهم من هباته عطاهم ربنا من رضاهم ربنا من رضاهم آمين الله الله يا الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاه للورى مصطفاه دعاهم إلى رب وشيد بناهم وشيد بناهم باتباعي وحبي حقق الله رجاهم حقق الله رجاهم الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاه للورى مصطفاه ربي بلغني آمالي بجاهه كما هم بجاهه كما هم الله الله والصلاة على خير الورى مصطفاهم خير الورى مصطفاهم صل عليه الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاه خير الورى مصطفاه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة صلى الله من خلاص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. Hadirkan Rasulullah, pakerong dari Rasulullah, nyoon syafaat Rasulullah, nyoon pagi bisa panggiban Rasulullah, pakerentak di dalam atina. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فطربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرت واستضيئوا بجمال فقفي الحسن سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصوره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليه سلام عليك يا رسول سلام عليك يا رسول الله حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي يا رب جد ومن آمين. كل لما قصد يا رسول الله سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جوار خير آمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى الشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا
مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا كريمي الأرواح منا وكريمي الأرواح منا بلقاء خير الأنام مرحبا يا الله يا رب مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله له عليه الخلق سهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله عليه بتعطرة طرق المنازل وبعرف ذكر تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زي الوجود صلى الله عليه أجملت في وجه الحبيب وشأني وله العلا في مجده ومكانه صلى الله عليه قد تعالى مجدها أخذت على نجم سها بعنانه صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه فحسن مني أن أمسك عنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
وبركاته. وبذلك يحسن القدم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك يا رسول الله سلام عليك. الله الله يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين. الله الله يا وهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك. يا رفيع الشان والدرج عفة يا جيرة العالمين. يا مهيل الجود والكرم كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج. بيت أنت سائده قد أتاه الله بالفرج. يا رسول الله سلام عليك. يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين. يا أهيل الجود والكرم وجهك الميمون حجاجنا يوم تأتي الناس بالحجج. وجهك الميمون حجتنا صلى الله عليه. يوم تأتي الناس بالحجج. يا رسول الله سلام عليك. يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين. يا أهيل الجود والكرم. الله الله فاجعلنا من الأخيار آمين. الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار. سألت الله بارنا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار
فاجعلنا من الأخيار. الله 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 ويحيينا على تقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار. ربي فاجعلنا من الأخيار. الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار. يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. هلا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي عسانا يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي. ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد ظما يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي. ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي. ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي. بدالي من عظيم العظمة قد بدالي عظمة قد بدالي وحسن الظن في من دعاني رأس مالي وفي أعتاب باب الندى حطت رحالي وفي أعتاب باب الندى حطت رحالي وأنا منتظر فضل
بالنوال اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقال رضي الله عنه يوم الأحد جمادى الأولى الشيخ سالم بافضل غاب عن بلده 40 سنة في طلب العلم، ولما رجع جاب حموله كله كتب، فظنوا أهل بلده ذهبا، فإذا هو كتب بسطها في بلده فظنوا أهل بيته ذهب، فإذا هو كتب بسطها في بلده ونشر علم. فعليكم بالاجتهاد في طلب العلم، فالعلم يقول أعطني كلك أعطيك بعضي. وقال رضي عنه ليلة الاثنين جمادى الأولى لما سمع القارئ يقرأ القرآن في حزب الثلث الأخير من الليل ما شيء ألذ من صوت القرآن يخرج الأسماء، والقرآن باب يدخل منه الإنسان على ربه، فمن قرأ القرآن دخل على ربه، ويا خير سلطان لي بدخل عليه، وما يقوي الإنسان على حمل السر إلا تلاوة القرآن. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Menerangkan tentang Syekh Salim Bafadl. Beliau 40 tahun mengembara di dalam mencari ilmu. Ketika pulang maka dia membawa banyak barang-barang begitu ya. Maka orang-orang menyangka yang dibawa ini adalah dahaban, emas. Wadhannu annahu dahaban. Waduh, ini kaya nih bawa emas. Enggak taunya bawa kitab-kitab semuanya. Jadi semua yang ia miliki untuk membeli kitab. Akhirnya dia menjadi orang alim besar. Syekh Salim Bafadl terkenal ada di Tarim dan menyebarkan ilmu ada di sana, jadi guru besar. Begitulah orang kalau sudah mendarah daging dengan ilmu ya. Cari ilmunya 40 tahun. Kita aja kalau mondok 5 tahun sudah enggak kerasa, enggak betah ini. Ini 40 tahun cari ilmu, baru pulang. Tapi membawa ilmu yang luar biasa, jadi allamah. Ada satu hadis Nabi menyatakan sinfani la yashba'an. Ada dua golongan manusia ini enggak pernah kenyang, enggak pernah puas dia. Yang pertama talibul ilm, ini positif. Orang cari ilmu, walaupun tua umurnya dia masih belajar baca kitab, dia masih bertanya, senang dengan membahas ilmu. Yang kedua talibud dunia. Orang yang mencari dunia, ini udah diinfus, umurnya tinggal 2 hari, masih mikir toko, masih mikir pabrik. Dua hal ini orang yang tidak pernah puas dalam keadaan apapun tetap masih bersemangat walaupun umur sudah tua, walaupun dalam keadaan sakit. Cuma yang talibul ilm dia menjadi positif nilainya, talibud dunia adalah negatif. Dikatakan orang yang mencari dunia itu kadham'an, seperti orang yang haus, yashrabu mimma'il bahar, kullama izdada syurban izdada atsha. Seperti orang yang kehaus minum air laut, tambah minum tambah haus, karena air laut tidak membuat lega, tidak membuat menghilangkan dahaga. Nah,
Karena itu alaikum bil ijtihad fi talabil ilm. Mencari ilmu itu syarat untuk sukses itu harus ijtihad, harus semangat. Ilmu itu berkata kepada orang mencarinya, a'tini kullak u'tika ba'di. Kasih semua yang ada pada diri kamu. Waktu kamu kasihkan semuanya untuk aku. Tenaga kamu, pikiran kamu, hati kamu, kasihkan semuanya kepada aku. Aku masih ngasih sebagian kepada kamu. Kenapa? Karena nggak bisa orang menguasai ilmu. Nggak bisa orang tadi itu menguasai ilmu. Karena sifat, karena termasuk sifat wajib Allah adalah al-ilmu. Nggak bisa dibatasi itu ilmu. Nggak bisa dibatasi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang dikasihkan kepada manusia ini ilmu itu sedikit dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para malaikat, mereka tadi itu makhluk yang sangat kenal kepada Allah, tapi menyatakan apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagiku kecuali yang Engkau ajarkan kepada aku. Dan Nabi SAW diperintahkan untuk istizad, minta tambahan dalam ilmu aja. Wa gur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu bagiku. Kalau kita kan enggak, kalau minta sama Allah, zidni mala, minta harta, zidni dunia, zidni jaha. Nah, Allah perintahkan kepada Nabi bukan harta, bukan kedudukan yang diminta, tapi minta tambahan ilmu, bukan tambahan dikenal, bukan tambahan murid, bukan tambahan pengikut, bukan tambahan, tapi tambah ilmu, ilmu. Begitu orang-orang dulu tadi itu di dalam mencari ilmu. Karena itu ilmu ini bisa mengangkat manusia di dunia, derajatnya sampai ada di akhirat. Asal ilmu tadi itu adalah digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan jalan apa? Mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ilmu itu bernilai kalau diamalkan, sama dengan duit bernilai kalau laku. Kalau enggak laku berarti palsu. Ilmu itu kalau enggak diamalkan berarti palsu. Lah kalau banyak duitnya tapi palsu, enggak disebut kaya. Banyak ilmunya tapi enggak diamalkan, enggak disebut alim. Karena itu Allah menyatakan yang alim itu yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Kenapa? Ilmunya palsu. Nah, karena itu harus diamalkan itu ilmu. Semenjak ilmu itu tidak diamalkan, tidak manfaat. Saya mau tanya, sampean kalau sakit ngantongi obat, apakah sehat? Enggak manfaat itu obat kecuali diminum. Begitu juga ilmu itu akan menjadi manfaat kalau diamalkan. Kalau hanya dibawa tok enggak manfaat itu ilmu. Mudah-mudahan insyaallah ilmunya kita akan menjadi manfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Belum doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك
سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووازره وله ظهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وأختم لنا منك بخير. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.